إذاعة قفصة، عين على الحدث. مواكبة تداعيات الحدث الخطير يوم أمس والمؤسف والذي أدى إلى استشهاد 8 من عناصرنا الوطنية في محمية الشعانبي. إذن مواكبة لهذا الحدث وخاصة الأوضاع في مدينة أم العرايس، سنتحول هناك إلى منزل عائلة الشهيد طارق عثموني. يشرنا إلى أنه من أصيلي مدينة أم العرايس. معنا رمزي أفضل تنقل إلى منزل عائلة الشهيد. رمزي، صباح الخير. طبعا كيف هي الأجواء؟ أكيد أنه أجواء حزينة في بيت الشهيد. مكرم معنا الآن سامي عثماني شقيق الشهيد طارق عثماني، باش يحكي لنا شوية على الشهيد وآخر مرة وقتاش شاف شقيقه. والله آخر مرة جينا قبل أول رمضان حسيله، عدى معنا يمكن 10 أيام. كان فرحان، كان كيما عاد ويجي فاتلك على أخواه وعلى أمه. روح امبارح سمعنا في التلفزيون ثم موتة في جبل الشعانبي. طلبناه، لقينا تليفونه ما حبش يجاوب، ولينا خذينا كهرباء ومشينا للقصرين. غادي في الطريق كلمنا صاحبه قلنا ودوام لله. مشينا غادي شفناه حالة قاسية جدا. مكرم، هذا تأثر كثير من شقيق طارق الشهيد طارق عثماني. يتحدث أنه تقريبا في الأسبوع الأول من رمضان كانوا قبلوه، كان نزار مدينة أم العرايس، وتقريبا اتصال يومي بهم إلى حد البارح انقطع اتصال. فتأكدوا بعد ما توجهوا مدينة القصرين باستشهاد شقيقهم طارق عثماني. طيب رمزي أفضل، من منزل الشهيد طارق العثموني كان في تواصل مع عائلته. طبعا حالة الحزن بادية جدا، وهذا شيء عادي لأنه المصاب جلل في تونس وسابقة استشهاد 8 من القوات الخاصة للجيش الوطني في عملية حقيقة هي عملية غادرة لعناصر إرهابية بمحمية الشعبي. طبعا رمزي، تغمد الله الشهداء 8 بواسع رحمته ويسكنهم واسع جنانه بإذن الله. إذاعة قفصة، عين على الحدث.